عندك بعد كده جزء السكيلز يا معلم. خد بالك بقى نجم، جزء السكيلز عليه 6 درجات في الامتحان، يعني بيجي لك 3 اسئله مالتيبل تشويس بيبقى عليهم 6 درجات، يعني كل سؤال بدرجتين. طيب صعب؟ لا جدا جدا والله، سهل والموضوع لذيذ. هي كل الحكايه بس انت عايز تتدرب عليه. انا عايز اقول لك النهارده جايب لك 70 سؤال فيهم الخلاصه باذن الله ان شاء الله. هتفتح اي كتاب خارجي هتلاقي ان انت الحاجه طبعا مش بالنص بس متشابهه تماما من اللي احنا قلناه، فبالتالي مش هيبقى عندك مشكله في السكيلز. 6 درجات. وما تنساش ان احنا هنتدرب على الرايتنج اللي هو تكتب الرايتنج المقالي عليه 6 درجات، فانت بتتكلم رايتنج سكيلز 12 درجه، انت اولى بيهم. تمام؟ فخلي بالك ان الموضوع سهل، هو محتاج بس تدريب. طيب تعال كده نسمي بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا مع بعض. بيقول لك I have to look for another flat. انا لازم ادور على شقه ثانيه. Choose the supporting sentence for this topic sentence. خد بالك supporting sentence يعني ايه؟ supporting sentence انت لو بتكتب باراجراف في الرايتنج. يعني ايه باراجراف؟ انا بكتب دلوقتي مقال، انا بكتب دلوقتي المقال بيبقى سطور. ابدا الجمله بحاجه اسمها topic sentence اللي هي المين ايديا بتاعه المقال، بتاعه الحاجه نفسها او بتاعه الباراجراف نفسه. طيب لما بكتب التوبيك سنتنس لازم ادي evidence، لازم ادي دلائل، لازم ادي supporting sentences، لازم ان انا ادعم انا بكتب ده بسبب الواحد اتنين تلاته. يبقى اللي جاي بعد التوبيك سنتنس اسمه supporting sentence، بتدعم الفكره الرئيسيه. حلو قوي. طيب الراجل ده فكرته الرئيسيه قال لك ان انا لازم ادور على شقه ثانيه. حلو، طب عايز تدور على شقه ثانيه ليه؟ I am lucky that I still have a flat. هل دي تنفع؟ لا. أنا محظوظ إن أنا عندي شقة؟ لا. The neighbors are very interfering. بيتدخلوا في مواضيعنا. تمشي. أنت محتاج تدور على شقة بسبب كده. يبقى دي تنفع. طيب as we know we أو ممكن نقول as we now have another child. إحنا دلوقتي عندنا طفل جديد. ف our current flat become too small for our family. فدلوقتي البيت بتاعنا بقى صغير. تمشي. ما ده حاجه فعلا، ده دليل واضح انك بتدور على شقه ثانيه. يبقى بي تنفع والسي تنفع يا معلم. يبقى الاجابتين صح. عرفت الفرق بين التوبيك سنتنس والسبورتنج سنتنس؟ التوبيك سنتنس دي الجمله اللي بتبدا الباراجراف، ان هو بتقول الباراجراف ده بيتكلم على ايه، الباراجراف نفسه، وبعد كده تدي ايه، تدعم بقى الفكره بتاعتك بافكار ثانيه اللي هي السبورتنج سنتنسز. تمام؟ طيب تعالى ندخل في 2. بيقول لك what's the last sentence. ايه اخر جمله في الباراجراف؟ ايه اخر جمله في الباراجراف بتسمى ايه؟ بتسمى the closing sentence اللي هي الجمله الاخيره او الجمله اللي بنهي بيها. تمام؟ طيب what do we call the middle paragraph of an essay. الميدل باراجراف اللي هو بيبقى في النص، الباراجراف الفقره اللي في النص بنسميها ايه؟ طبعا introduction دي البدايه لا، topic sentence دي جمله واحده بس لكن مش باراجراف كامل، دي عشان انا بقول topic sentence اهي. conclusion دي الخاتمه بتبقى في الاخر لا، ولكن هو بيسمى البودي باراجرافز وجايه من اسمها. يبقى البودي باراجرافز ده البودي اللي هو بيجي في الجزء اللي ما بين الانترودكشن وبين الكونكلوجن، بيجي في النص البودي باراجرافز. تمام؟ طيب تعال نشوف 4. بيقول لك choose the supporting sentence for this topic sentence. بيقول لك استخدم supporting sentence للسنتنس دي. تعال نشوف دلوقتي، بس احنا عندنا هنا اختيارات. A student needs to know ideal، وهي المفروض هنا، تعال نرجع بس ثانية واحدة. ماشي، هي نسكيب دي لان هي مش كاملة، هي كانت المفروض يبقى في جملة. طيب ندخل في 5 على طول. طيب the conclusion الخاتمة of an essay، الخاتمة بتاعة الاساي المقال لازم تبقى ايه؟ مالها بقى الخاتمة؟ عايز تنهي المقال. طيب include first minute ideas and thoughts for the future. first minute معناها انك هتبدأ من جديد. طيب انت بتقول خاتمة، ما ينفعش ابدأ من جديد. طيب be an assessment يكون اختبار للإساي كله. يعني اختبار يعني تيست، مفيش الكلام ده. طيب be only one sentence مش شرط، ممكن تبقى 2 و3 عادي جدا، يبقى مش شرط. ولكن الخاتمة لازم تبقى have a re-explaining، لازم تبقى فيها re-explaining شرح بسيط للثيسز. ايه الثيسز ده؟ هنعرفه دلوقتي. او thoughts for the future. يبقى انت كده لازم تبقى عارف ان هي have a re-explaining of the thesis صح. ممكن تقول restate، تعيد صياغة الثيسز، تمشي نفس الكلام. يبقى الريستيت اول ما تشوف كلمه ريستيت وكلمه ري اكسبليننج هي دي الخاصه بكلمه كونكلوجن. يبقى الخاتمه لازم تبقى هاف شرح بسيط لكلمه الثيسز. طب الثيسز دي بتيجي فين يا شباب؟ الثيسز دي بتيجي في اخر الانترودكشن. يعني انا بكتب الانترو بتاعتي، ببدا بالهوك اللي هو الاتنشن جرابر. كل الكلام ده هنتكلم دلوقتي تحت واحنا بنحل. ماشي؟ طيب 6 بيقول لك ايه؟ what
is a supporting detail sentence. السنتنس اللي بيبقى فيها ديتيل تفصيليا، يبقى دي اللي بتيجي لسه انا من شويه قايل لك اللي بتيجي بعد التوبيك سنتنس. التوبيك سنتنس دي الجمله اللي بتعرفني الفقره دي بتتكلم على ايه. السبورتنج بقى بتدعمني، بتديني افكار. انهي بقى من اللي انا بقوله ده؟ اللي هي reasons، اسباب واكزامبلز وامثله واذر ديتيلز that support the main point. خلي في بالك يبقى كل ده السبورتنج سنتنس. a series of paragraphs، مجموعه paragraphs، لا هي اصلا مش مجموعه paragraph. signal words، يعني كلمات بيبقى فيها اشارات معينه، لا طبعا. وهي بس سي اللي عندي، خليني اوريك دي كمان. a way to conclude عشان تختم، لا هي كل ده بتدعم الفكره بتاعتك. طيب بيقول لك في 7 نقط essay is a story. اول ما تشوف كلمه story هو نوعيه essay اسمها narrative يعني انت بتنريت، يعني انت بتروي قصه اللي هي كلمه narrative essay. يبقى ده نوع من الاساي ان انت بتقول فيه قصه. عندك descriptive بتوصف الحاجه، بتوصف الاهرامات، بتعمل الحاجات دي كده. expository اللي هو مقال تفسيري بتعلمنا شيء جديد. persuasive اللي هو الاقناعي، انت بتحاول تقنعني بحاجه معينه. Which of the following would be the best topic for an argument paragraph؟ بيقول لك دلوقتي، طيب خد بالك انا عايز اقول لك على حاجه. كلمه argument paragraph اللي هو معناه انت paragraph دلوقتي هيبقى فيه جدل، اللي هو اشمعنى، انت عايز تقول ايه؟ اشمعنى ده اللي هو الصح، يعني ليه ما تبقاش غلط؟ فهمت قصدي؟ طيب بيقول لك انهي واحد من الاربعه ينفع يكون بقى يعني حاجه ديبيت، ان انا بديبيت بقى هبدا اجادل. طيب White is my favorite color، انا مالي، عادي الابيض ده لوني المفضل، انا مالي يا عم، ماليش دعوه. ماشي. Wars lead to massive، ان الحروب بتؤدي طبعا لماسيف destruction، ان الحروب بتؤدي لخراب كبير. طب ما ده طبعا ده معروف، يبقى ده مش هخش اجادل معاك، يبقى ما تنفعش. Cows eat grasses، ان طبعا يعني الجاموس او البقر وكده بياكلوا، الجاموس بياكلوا الاعشاب. طب ما ده الطبيعي، طب ما انا عارف. انت بتقولي the new design is great، التصميم الجديد ده جامد جدا على فكره. ممكن اقول لك لا ده وحش، مش حلو، مش عاجبني. هتقولي لا ده حلو. هنبدا ندخل في ايه؟ في argument، في جدال. فبالتالي ده اسمه argumentative essay، هو ده مقال جدل. انت يا تقنعني يا اقنعك، يبقى ده بقى اللي ممكن يكون فيه جدل. The new design is great، عرفت تحلها ازاي؟ يبقى ده نوعيه الارجيومنت. طيب which transition word؟ الترانزيشن وورد دي اللي بتيجي في نص الجمله عشان تبدا تربط الكلمه، سواء كلمه هتبدا تقول عكس الكلام اللي اتقال قبله او هتقول اضافه للكلام اللي اتقال قبله. طب ما تيجي نشوف. Which transition word would you use in a compare or contrast text if the next paragraph presents a similarity؟ تشابه، يعني هتقول نفس الفكرة. طيب soon قريبا ملهاش علاقة أصلا. so لذلك ده نتيجة، لذلك احنا هنعمل كذا. طيب yet ده اصلا بتدي عكس المعنى اللي هي مش similarity، اللي هي dissimilarity او dissimilar. تمام. يبقى كلمه additionally وبالاضافه الى، يبقى هتدي تشابه للجمله اللي بعدها. يبقى مثلا ان انا بقول ايه؟ I مثلا I watch movies additionally I كذا كذا، وبالاضافه الى انا بعمل كذا كذا كذا. يبقى انا هضيف جمله بتدي نفس الجمله اللي فاتت. تمام. طيب رقم 10، تعال نشوف كده اللي بعدها. Which transition word would you use in a compare contrast؟ نفس السؤال بس difference، اختلاف بقى، في اختلاف. طيب next يعني وبالتالي ده هتضيف جملة إضافية ملهاش دعوة. furthermore معناها بالإضافة إلى، برضه هتضيف جملة إضافية. therefore معناها بالتالي، وبالتالي هنعمل حاجة اللي هي زي so ملهاش علاقة. ولكن كلمة however هي الصح. however معناها ولكن أو مع ذلك. يعني مثلا إيه؟ هقول he studied hard، هو ذاكر كويس. however ولكن أو مع ذلك he didn't pass. يبقى هي دي اللي بتشو difference. تمام. خلي بالك. طيب A text about a person's life، خد بالك سؤال امتحان السنة اللي فاتت. ماشي. السؤال بتاع 2022 في عندنا الدور الأول. حلو. A text about a person's life written by the person who lived that life is called a. خد بالك بقى، لما أنت تكتب قصة حياتك تبقى اسمها autobiography. لما أنت هنا ليه autobiography؟ لما أنا آخد مثلا قصة زي طه حسين واكتبها أنا مش صاحب القصة، يبقى اسمها biography. حلو قوي. يبقى autobiography أنا اللي بكتب قصتي. biography أنا بكتب قصة حد. طيب A text about a person's life written by the person who lived that life، ان قصه اتكتبت بواسطه الشخص اللي بيعيش القصه دي، يبقى هو بيكتب نفسه، يبقى autobiography. خلي بالك سؤال الامتحان السنه اللي فاتت. ماشي. يبقى autobiography. طيب بيقول لك في 13 to indicate عشان تشير a question عشان تعمل سؤال. يبقى احنا بكل بساطه عايزين ايه في الاخر؟ ننهي السؤال بايه؟ ب question mark. يبقى we use a question mark. تمام. طيب
بعد كده بيقول لك conclusion paragraph اللي هو الباراجراف الختامي اللي انت بتختم بيه الرايتنج بتاعك. ماشي. should do all of the following except، لا يبقى بيعمل كل حاجه من دول ما عدا حاجه واحده. طيب review the main points in a brief summary. ماشي تمشي. تعال نشوف كده ايه تمشي. انت بتعمل مراجعه بسيطه او بتدي سمري صغير ملخص عن اللي حصل، تمشي طبعا. يبقى ده في الكونكلوجن في الخاتمه. ريستيت اهي اللي انا كنت لسه قايلك عليها من شويه، ريستيت ذا ثيسز، تمشي طبعا. طيب provide the reader something to think about after he or she has finished reading. ان ممكن يسيب لك الخاتمه مفتوحه تفكر فيها شويه، طبعا عادي جدا. ساعات ان ايه النهايات بتكون مفتوحه شويه، يعني انت في حاجات ممكن تفكر فيها، ولكن الكونكلوجن باراجراف ما ينفعش يقترح فكره جديده نيو توبيك ابدا. يبقى الاجابه دي غلط. يبقى كل الحاجات دي 1 2 3 صح ما عدا دي. اللي في بالك خلي في بالك، سهله اهي والدنيا لذيذه ما تقلقش. تمام. طيب يبقى 14 suggested a new topic، دي الاجابه اللي غلط. تعال ندخل في 15. بيقول لك if you are reading a text in which the author is trying to convince you to see things the same way he or she does, it's مثلا probably كذا. بيقول لك ان لما الراجل اللي بيكتب بيكون عايزك تشوف الحاجه من منظوره، يبقى عايز يقنعك، يبقى عايز يقنعني اللي هي فين بقى، اللي هي persuasive، مقال اقناعي، ان هو عايز ايه يقول لك بص اللي انا شايفه ده شوفه انت. يبقى نفس الكلام هو اللي بيحصل في البرسويسيف essay. طيب the steps of the basic the steps of the basic writing process to be applied when the writer has identified a topic are، خد بقى يا باشا. بيقول لك هنا عشان تبدا تكتب رايتنج لازم تعمل ايه بقى؟ خد بالك الخطوات دي مهمه جدا. عشان تبدا تكتب رايتنج اول حاجه لازم تعمل brainstorm، تبدا تفكر. brainstorm معناها هتلاقيها في الكلمات بتاعتك، معناها الايه التفكير الجاد او العصف الذهني، ان انت بتطلع افكار كتير جدا الاول. طيب بعد ما تعمل brainstorm اعمل plan and outline زي مايند ماب كده، تبدا تطلع منها ايه افكار، مثلا ده مايند ماب. بعد كده رايت هتكتب، وبعد ما ترايت هتريفايز هتراجع، وبعد ما تعدل هتلاقي اخطاء فبالتالي هتعدل اديت، اند في الاخر هتببلش هتشير. يلا يا باشا ودي. يبقى دي الحاجات الصح، يبقى دي طبعا الاجابه الصح، ودي الاجابه اللي لازم اصلا تفولو ان انت تتبعها وانت بتكتب الرايتنج، تمشي زي ده كده بالظبط. تمام. طيب تعالى ندخل في 17. When do you use formal language؟ احنا بنستخدم الفورمال لانجوج امتى؟ خد بالك الفورمال يعني لغه اساسيه او رئيسيه او لغه ما فيهاش اي ان انا بتكلم صاحبي او جاري والحاجات دي كلها. الانفورمال الفورمال بتستخدمها ايه؟ بتستخدمها when you write an academic essay طبعا. when you write a text message، لا على فكره احنا بنكتب مسجز لاصحابنا informal اصلا. informal يعني ايه؟ informal يعني اللي هو هاي هي عامل ايه الاخبار الحاجات دي كلها، فدي informal. when you talk to a friend ده غلط طبعا. a friend و family بستخدم informal language informal. when you write a story مش شرط، ممكن تستخدم فيها الايه الانفورماليتي اللي هي عادي، مش لازم استخدمها فورمال. يبقى لازم اكاديميك اساي انت بتستخدم مثلا رايتنج لكليه لجامعه لحاجه تقيله، فانت لازم تبقى اللي هو فورمال رايتنج بتاعك. يبقى الاجابه ايه؟ طيب a transition is a word or phrase that links ideas together which is an example of a transition. كلمه transition يعني انت بتكتب كلمه عشان تبدا تعمل لينك ما بين الجمله اللي قبلها واللي بعدها. طيب كلمه بلو ازرق ما ينفعش فاكت حقيقه، لا لاست في الاخر لا، ولكن in other words معناها in another meaning بمعنى تاني. يعني انا مثلا بكتب حاجه، بكتب مثلا ايه، بكتب ان انا I faced a lot of problems، انا قابلت مشاكل كتير. مثلا in other words بمعنى تاني مثلا I had كذا، فده ربط كلام فاسمه transition words. تمام. طيب كلمة thesis اللي كنا لسه بنتكلم عليها دلوقتي، thesis دي يا باشا انت بتكتب مثلا introduction. انت دلوقتي عايز تكتب introduction على مميزات وعيوب مثلا السوشيال ميديا، حلو قوي. انت بتكتب ان السوشيال ميديا في الانترودكشن مثلا dominates مثلا a lot of people يعني بتسيطر على الناس كلها، وتكتب مثلا there are a lot of advantages and disadvantages of social media، كل ده في الانترودكشن. بس انت نهايه الانترودكشن بتاعتك بيبقى بتقول ان يوجد مميزات وعيوب على السوشيال ميديا او للسوشيال ميديا، حلو قوي. انت نهايه الانترودكشن بتاعتك بجمله اسمها thesis دي معناها ايه؟ معناها الجمله اللي انت هتتكلم عنها تحت بالتفصيل. يبقى انت نهايه الانترو بتاعتك اللي هي البدايه بحاجه اسمها thesis. طب ايه الثيسز دي يا مستر؟ الجمله اللي بتبدا من تحت بقى تكتب ايه تفصيليا. طيب يبقى thesis statement a sentence that states what will be explained in this، هي دي صح.
يبقى هي دي اللي انت هتبدا من خلالها تتكلم على الايساي كله بتاعك. طيب a sentence that catches the reader's attention ان هي بتجذبك، لا دي اسمها هوك. هوك دي بتبقى في اول الجمله خالص في الانترو، ان انت بتقول انا هبدا اتكلم في حاجه. طيب sentence which introduces the conclusion خاتمه لا، واخر حاجه which concludes the essay برضو لا. تمام، يبقى دي خاتمه ودي هوك ودي thesis. ماشي. طيب ندخل في 20. لسه كنا بنتكلم على الهوك. الهوك ده معناه ايه؟ الهوك ده معناه انك بتصطاده كده، اللي هو مثلا ايه الهوك ده ممكن يبدا بايه؟ هوك ده بيجي في اول الجمله خالص، في اول المقال بتاعك، المقال الرايتنج بتاعك. يعني مثلا ممكن يبدا الايه؟ ممكن يبدا بكويستشن. ممكن ابدا المقال بتاعي بسؤال عادي. Have you ever visited مثلا ايطالي؟ عمرك زرت؟ انت بتتكلم على موضوع مثلا السفر، فانت مثلا ممكن تبدا الجمله او تبدا الرايتنج بتاعك بسؤال Have you ever visited Italy؟ ده كده هوك. انت بتحاول ايه هوك دي معناه ايه؟ معناه انك عايز تجراب الريدرز اتنشن، انك ايه بقى تقول له طب تعالى بقى كده انا هخليك تكمل قرايه. فده اسمه الهوك. ممكن يبدا بكويستشن، ممكن يبدا طبعا بفاكت، ممكن يبدا بحاجه اسمها طبعا anecdote اللي هي الفكاهه، ممكن يبدا بكوت اقتباس من حد. تمام، وهكذا حاجه مقتبسه. كل الكلام ده ممكن ابدا الهوك، ممكن ابدا الرايتنج بتاعي بهوك. يبقى الهوك ده ايه؟ an opening sentence that captures the reader's attention. هي دي يا معلم. تمام. طيب 21 بيقول لك choose the best evidence after this sentence. لازم بيقول لك هنا ايه اكتر حاجه يعني بتدي دليل على الجمله دي. sports have positive effects on health. ان الرياضه ليها طبعا تاثير على الصحه. حلو قوي. طب انا عايز ادي supporting details، عايز ادي دليل. طيب most people practice sports in their free time. ملهاش علاقه، لان بيقول لك sports have positive effects on health، ان الرياضه ليها تاثير ايجابي على الصحه. طب ايه اللي جاب التاثير الرياضه على وقت الفراغ؟ ملهاش علاقه. طيب some schools make their students practice sports، ان بيجبروا ان الطلبه يلعبوا رياضه. مش ده موضوعنا. the effects of sports on health are numerous. ان طبعا في كثير من المميزات او الاعداد بتاعه المميزات والمنفعه والحاجات دي على الرياضه. برضو ما قلتش التفصيلي. لكن بوزيتيف دي بقى بيقول لك doing sports makes people mentally well and physically fit. ان هما بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك ان الناس اللي بيتدربوا رياضه بيبقوا ذهنيا تمام وجسديا فات. فهي دي الايفيدنس اللي بالتالي sports have positive effects on health. هي دي الاجابه يا معلم. يبقى الاجابه دي. ماشي. طيب تعالى في 22 بيقول لك ايه؟ By which sentence can we conclude an essay about road accidents? Conclude يعني نختم، خاتمة. طب بيقول لك الموضوع كان على ايه؟ على حوادث الطرق. حلو قوي. طيب we need to prevent road accidents to decrease the death rate. احنا عايزين نقلل الحوادث، او عايزين نقلل مثلا خطر الحوادث عشان الناس طبعا الوفيات والحاجات دي. طب انا هنا ما ختمتش. ختمت بايه؟ ايه الفكره اللي انا قلتها؟ ما قلتش. انا قلت احنا عايزين نقلل. طب نقلل نعمل ايه؟ ما قالش حاجه. يبقى الاجابه دي غلط. طيب that incident made me. طيب تعال نشوف ايه؟ تعال نشوف الاول سي. once I was on my way back home from shopping when I witnessed a road accident. وانا راجع من المحل وبتسوق شفت حادثه. طب هل دي اختم بيها؟ ما اختم بيها اعمل ايه؟ وبعدين ايه اللي حصل؟ يبقى دي ما تنفعش. طيب road accidents have become very common nowadays. ان الحوادث الطرق اصبحت كتير. طب دي خاتمه؟ ما تنفعش خاتمه. لكن بص الخاتمه دي بقى that incident made me realize how precious our lives are. ان الحادثه اللي حصلت دي خلتني اقدر ان القيمه الحياه بتاعتنا. فدي هي هنا الكونكلودد سنتنس، لان هنا في الاخر بعد ما قلت كل حاجه فبتقول وفي الاخر الحاجه دي عرفتني ان انا اقدر ايه؟ اقدر الحياه. يبقى الاجابه بي. ماشي. يبقى هنا that incident made me realize how precious our lives are. بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك the introduction في 23 paragraph. الانترودكشن ده اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم كده البدايه. حلو قوي. includes لازم يبقى شامل ايه بقى؟ انت شامل زي ما قلت لك المستر قال لي الانترودكشن باراجراف يبقى فيه هوك، ويبقى فيه اخر جمله في الانترودكشن اسمها thesis. حلو يا معلم. ماشي. طيب لونج ديسكريبشن، لا انت الانترودكشن ما يبقاش فيها لونج ديسكريبشن. الانترودكشن هي انت فاهم 1 زائد 1 بيساوي 2، لان انا هبدا اتكلم تفصيليا تحت في البودي باراجراف فما تنفعش. in depth details نفس الكلام على فكره نفس المعنى. none لا بص بقى يبقى فيها thesis وفيها هوك، بس الهوك يبدا. طيب يبقى هوك وثيسز. تمام. يبقى دي البدايه. طيب
بعد كده بيقول لك في 24 where should the thesis statement be restated. امتى هنا كلمه restated؟ بيقول لك امتى الثيسز يعاد صياغته مره اخرى. لو تفتكر تحت انا قلت لك فين في الكونكلوجن. حلو قوي. يبقى introduction لا، يعاد صياغته فين؟ في in the conclusion. تعالى في 25 a full stop اللي هي الدوت اللي هي النقطة at the end of a sentence اللي هي في آخر الجملة. to إيه بقى؟ إحنا بنحطها في آخر الجملة عشان إيه بقى؟ refer to a previous sentence لأ. lead to the coming sentence لازم أحط طبعا الفول ستوب دي معناه إنك توقف الجملة خلاص الجملة دي انتهت. حلو قوي. ليه أنهي واحدة بقى؟ make the sentence complete إن هي تخلي السنتنس كاملة. ماشي؟ طيب which sentence is correct؟ أنهي جملة من الأربعة صح؟ طيب خد بالك انت كده وانت بتبص هناك كلمه تاكتكس الحاجات دي لازم الجمله تنهي ايه؟ ما انت لسه قايل يا مستر ميك ذا سنتنس كومبليت. الجمله هنا من هي بكوما يبقى دي ما تنفعش، دي ما تنفعش. يبقى انا عندي 1 2. تعال بقى نبص هناك موست. طب يا راجل يا محترم هي الجمله بتبدا بكابيتال ولا سمول؟ لازم تبدا بكابيتال. جمله جديده لازم تبدا بكابيتال، يعني دي ما تنفعنيش. يبقى كلمه موست بيبل هي اللي تنفع. طيب في 27 بيقول لك هو الاساي ده ايه؟ الاساي اللي انت بتكتبه ده مجموعه من ايه؟ كل الحكايه هو a series of paragraphs، هو مجموعه من الفقرات اللي بتتكلم على one main idea. سؤال امتحان. ماشي؟ يبقى الاساي معناه انك بتتكلم على مجموعه فقرات بس هي بتشمل فكره واحده فقط. تمام؟ طيب تعالى ننزل في 28. تعال في 28 بيقول لك what's a topic sentence. احنا لسه من شويه قايلين ان التوبيك سنتنس هي الستارت اوف ذا باراجراف اللي هي بتبدا الجمله اللي بتبدا الفقره الباراجراف نفسه. طيب اللي هي بتقول المين ايديا اللي هتكلم عليه وبعد كده ببدا ايه بسبورتنج سنتنسز. انت حفظت خلاص بقى. طيب يبقى sentence that concludes دي conclusion. طيب gives more details لا دي اللي ايه السبورتنج sentences. expresses opinion مالهاش علاقه يبقى كلمه expresses the main idea. يبقى الاجابه ايه؟ طيب a writer convinces and influences readers ان الراجل اللي بيكتب وعايز دلوقتي ان هو يقنعك ويبقى انت ايه تبقى انت بيأثر عليك. حلو قوي. يبقى بيأثر عليك ايه؟ اللي هي persuasive. تمام؟ طيب 30 بيقول لك تعال نشوف في 30 Space are a collection of one's thoughts. أول ما تشوف one's thoughts اللي هي المقال التأملي اللي هو ممكن نقول عليه إيه؟ نقول عليه reflective essays اللي هو بتكتب إيه؟ بتكتب الثوتس والأفكار بتاعتك أنت اسمه reflective essays. طيب an example of expository essay. expository essay ده معناه إن مقال بيعرفك معلومات جديدة أنت ما تعرفهاش بيديك علم جديد. حلو قوي. ده الاكسبوزيتوري طبعا الاساي. free education for all ملهاش علاقة، لكن أنا الحاجة الجديدة عندي هي كلمة global warming الاحتباس الحراري، لأن مش كل الناس عارفة عن الجلوبال وارمنج اللي هو الاحتباس الحراري، فأنا عايز دلوقتي معلومات عنه جديدة، فبالتالي أنت عندك expository essay اللي هو إيه على الجلوبال وارمنج. تعالى ندخل في 32 بيقول لك in which of the essays in which of these essays مين من الessays دي the writer هنا the writer arrives at a conclusion by logical reasoning. سؤال امتحان قبل كده 2015 جالهم نفس السؤال بالظبط. logical reasoning هي الحاجة الوحيدة اللي تنفع هي argumentative essay، هو اللي لازم ان ينهي المقال بتاعه بحاجة logical منطقية، هو argumentative essay دي اللي هو مع أو ضد. تمام. طيب بعد كده هننزل في 33. طيب which kind of essays uses the five senses اللي هو بيستخدم الحواس التاتش والسميل الشم والتذوق والحاجات دي كلها وانت مغمض اول ما تشوفه الديسكريبتيف essays. تمام. طيب تعالى ننزل بعد كده في 34 بيقول لك introductory paragraph اللي هو الباراجراف اللي ببدأ بيه اللي لسه جديد اللي هو هبدأ في الانترودكشن. بيحتاج ايه بقى؟ بيحتاج اول حاجة reason for the essay اللي هو سبب الحاجه والتوبيك والثيسز. انت كده عمال تحط اول في تاني فهنا ده ما ينفعش. طيب التوبيك انت عندك التوبيك والثيسز. انا عندي الانترودكتوري يا شباب ده اللي هو الانترودكشن اللي هو البدايه. ببدا ايه في لسه هكتب رايتنج من جديد لازم ابدا بالتوبيك الثيسز والمين ايديا بس. تمام. طب supporting details لا الديتيلز ده حضرتك مش هنا مش في الانترودكشن فما تنفعش. فالاجابه هي ايه بس اوعى تروح في ايه وبي. تمام. طيب the conclusion الخاتمه of an essay الخاتمه بتاعت الاساي لازم تبقى ايه بقى؟ should ايه بقى؟ should introduce a new idea لا طبعا ما ينفعش
يبقى نو ايديا ما تنفعش. ماشي. بي ريكاب اوف ذا هول ايساي، ان هي تعمل ريكاب للايساي كله. لا، هي بتعمل ريكاب ده يعني هو سمري تاني، ان هي ملخص تاني للثيسز، يبقى ما تنفعش. تمام. طيب only two sentences تبقى جملتين، مش شرط، ممكن تبقى جمله، ممكن تبقى ثلاثه، فمش شرط. ماشي. طيب ولكن هي have a restatement، خلي بالك ان هي بتعمل اعاده صياغه لمين؟ للثيسز. ماشي. طيب 37 بيقول لك ايه؟ بيقول لك what's the first component of an essay، ان انا هبدا اول عنصر في الايساي، بسم الله الرحمن الرحيم، هبدا بمين؟ هبدا بالهوك، اللي هو ايه؟ اللي هو الاتنشن grabber to grab people's attention او readers attention. عشان ايه؟ ان انت ايه؟ تقول لهم تعالوا بقى كده. هوك ده اللي هو عارف اللي هو بيمسكوا بيه السمكه كده، فانت بتقول لهم بصوا انا ايه؟ هجذب انتباهكم دلوقتي بسؤال بقوه الحاجات دي كلها. تمام. طيب where should you share the thesis؟ انت دلوقتي هتبدا تكتب الثيسز، بتكتبه فين؟ زي ما قلت لك بتكتب الثيسز اللي هو بيتكلم عن الحاجات بالتفصيل تحت، بتكتبه في at the end of the introduction. ماشي. طيب في 39 بيقول لك what's the purpose، ايه الغرض of topic sentence؟ ايه الغرض من التوبيك سنتنس؟ انت دلوقتي في باراجراف اهو هتكتبه اهو، لازم تبدا بالتوبيك سنتنس وبعد كده تكتب بقى supporting details. طب التوبيك سنتنس دي عشان اعرف انت هتتكلم في الباراجراف ده على ايه؟ هو الباراجراف ده هيشمل ايه؟ طيب to tell what the essay، كل الاساي على ايه؟ لا طبعا مش كل الاساي، الباراجراف بس على ايه؟ مش الاساي كله. تمام. طيب to tell what the paragraph is about، هي دي الاجابه. يبقى الاجابه عن الباراجراف، الفقره دي تتكلم على ايه؟ ماشي. طيب تعال نشوف 40. What's the first sentence of an introductory paragraph called؟ الفيرست سنتنس عشان ابدا بيها اللي هي او اللي بتيجي في الانترودكشن، السمري دي اللي هو الملخص، كونكلوجن ده الخاتمه، دي التفاصيل، ولكن الثيسز هي اللي بتيجي في البدايه، طبعا في الانترودكشن يعني. طيب بيقول لك the first sentence is in an essay must ايه؟ بيقول لك اول جمله في بسم الله الرحمن الرحيم في المقال بتاعك كله لازم تبقى ايه؟ state your point of view، provide background، get readers interested. كل الكلام ده صح، يبقى all of these. بمعنى ايه بقى؟ انت دلوقتي لازم تجذب الناس اللي هتقرا، ادي واحد. ممكن تقول ايه؟ وجهه نظرك بسرعه، ادي رقم 2. تدي بس باك جراوند، خلفيه، ما تديش ديتيلز، يبقى 3. يبقى كل ده صح. تمام. طيب which is the best thesis statement main point for the essay about your summer job؟ انت دلوقتي عايز تكتب مقال وعايز تنهي الانترودكشن بتاعتك بجمله هتبدا بيها تتكلم تحت بالتفصيل. حلو بقى. طب هو الموضوع على ايه؟ الموضوع على about your summer job. طب ايه الحاجه اللي ممكن تخلينا نتكلم على السمر جوب كده بالتفصيل تحت، وفعلا اللي هو الناس تبقى عايزه تعرف ليه ايه اللي حصل؟ طيب تعال نشوف. most people have held at least one job، مالهاش علاقه ان معظم الناس بتبقى عندها وظيفه، مش مغري. ما ماشي، نعم اعمل ايه؟ يبقى مش هو ده اللي هيبقى المين توبيك بتاعي اللي هو ايه about your summer job. وبعدين بيقول لك your summer job، اصلا وظيفتك انت مالك بالناس، فايه ما تنفعش. طيب I had هنا it was June، كان يوم 8 وانا كنت مش لاقي شغل وان انا عايز ادور على شغل كويس، برضو مش مجزئ يعني. ماشي وبعدين هنشوف. طيب My job as a resort swim instruction paid well، ان انا بتكلم عن الوظيفه اللي انا مثلا كنت شغالها بتدفع لي كويس. طب بص بقى في بي I had the perfect job last summer، انا كنت عندي احسن وظيفه الصيف اللي فات، فالناس هنا هتبقى عايزه تعرف هي ايه الوظيفه دي، يبقى هي دي الثيسز المناسبه اللي ابدا اتكلم عليها في توبيك تحت، وده بتكلم على my summer job. تمام. يبقى الاجابه هتكون بي. تعالى بعد كده ننزل في 43. Which of the following transition words اللي بتيجي تربط الجمل presents a difference، اختلاف حلو between the subject. Additionally بالإضافة تدي معلومات زيادة. Furthermore معناها بالإضافة. Moreover علاوة على ذلك، أو furthermore ولذلك. كل الكلام ده ما يديش عكس. difference يعني اختلاف هي اللي تدي الحاجة الوحيدة كلمة however، زي ما أنا اديتك المثال من شوية اللي هو إيه؟ هو ذاكر كويس however he didn't pass the exam. تمام. طيب which of the following is used in a sentence to give warning؟ مين من الأربعة يستخدم في الجملة عشان يدي تحذير، أحذرك؟ حلو قوي. That's because ده بسبب لأ، due to بسبب لأ، owing to بسبب نفس الكلام نفس المعنى، ولكن otherwise معناها وإلا. يعني مثلا أقول لك إيه؟ call your father to tell him that you will be late، إن أنت تقول له إن أنت هتبقى متأخر. otherwise وإلا he will punish you، هيعاقبك. يبقى دي اللي بتدي إيه بقى يا باشا؟ بتدي تحذير. تمام. طيب
she ran slowly هي جريت بطيء. كلمة slowly هي كلمة adverb. she missed يبقى so she missed the bus. حلو قوي. يبقى كلمة slowly هي كلمة ايه؟ كلمة adverb ظرف، والظرف بحط له ly وبيدي إضافة بمين؟ للفعل. she ran هي جريت ازاي؟ ببطء. كلمة be ده adverb. تمام؟ يبقى الجملة adverb. 46 intransitive verbs can't be followed by intransitive verbs دي اللي هي معناها أنا مش محتاج لها مفعول. يعني ايه؟ انا بقول لك I arrived انا وصلت خلاص شكرا انا مش عايز اعرف مش عايز اكمل احط مفعول. لكن بقول لك مثلا ايه I eat انا باكل ايه؟ يبقى لازم مفعول. دول الترانسيتيف verbs يبقى محتاجين مفعول. يبقى الانترانسيتيف verbs مش محتاجه مفعول اللي هي مش محتاجه ايه؟ مش محتاجه طبعا object مش محتاجه مفعول. تمام؟ طيب تعال في 47 She is an engineer هي مهندسة. an وآ وذا هما ايه؟ هما articles ادوات. يبقى هنا articles. تمام؟ الحاجات دي بتيجي في الرايتنج يا شباب. ادي الرايتنج سكيلز اللي عليه 6 درجات اهو. ماشي؟ طيب خد بالك انا حليت لك في الرايتنج تاني في الريفيجن بتاعت من يونت 1 ليونت 6 هتلاقي في حوالي من 60 ل 70 سؤال اتحلوا رايتنج تاني. انت عندك حوالي 150 سؤال توتال اتحلوا. اتفرج على الفيديو بتاع المراجعه من يونت 1 ل 6 واتفرج على الفيديو بتاع السكيلز. طيب the teacher asked us ان التيتشر قال لنا انه to bring the following materials ان نحضر الادوات التاليه. اول ما تقول the following materials وهتبدا تعرف الادوات ايه هي الحاجه اللي عندك لازم تحط كولن. قال لنا تحطوا بقى ايه؟ تحطوا 1 2 3 هاتوا الحاجات الاتيه تحط كولن. هاتوا مثلا 1 هاتوا 2 هاتوا 3 يبقى كوما وهكذا. بس قبل الحاجات دي الاتيه معناها انك تحط الكولن. فين الكولن؟ اهو. تمام؟ يبقى المعلومات الاتيه. طيب بيقول لك في 49 are used to express proportions اللي هي معناها النسب اللي هي بتبقى دي 3 على 4 والحاجات دي كلها. اهو انا كتبتها اهي اللي هي الكولن. ده اسمه ايه؟ اسمه كولنز. تمام؟ اللي هي 1 to 2 والحاجات دي كلها ده اسمه proportions. تمام؟ طيب في 50 بيقول لك which sentence is correct انهي واحده من الاربعه صح. حلو. ادي بص ناحيه بايه وبص ناحيه بايه ما ينفعونيش لان لازم تنهي بفول ستوب. حلو. I and my friend لا قال لك بص يعني الضمير I لما يجي في الجمله لازم يجي بعد الحاجه اللي اتقالت. يعني انا اقول my friend and I مش I and my friend. يبقى my friend and I هي دي الاجابه ودي اجابه 50. تمام؟ طيب تعالى ننزل تحت كده ونشوف which sentence is correct انهي واحده من الاربعه صح. طيب تعالى نبص كلهم انتهوا فول ستوب فول ستوب فول ستوب فول ستوب. تمام شكرا. طيب the film has won favor with طيب تعال نشوف من الاول. the film has won favor with all young and old. طب انت قلت young و old يعني 2. طب 2 لو تفتكر كده في يونت 9 كنا بناخد مع الاثنين كلمه both صح كده؟ يبقى ده وده. يبقى the film has won favor with both young and old. يبقى كلمة both بتيجي مع كلمة and هتلاقيها مشروحة في يونت 9. ماشي؟ طيب في 52 بيقول لك هنا اهي you want to move the stone انت مش هتعرف تحرك الستون بغض النظر عن قوتك. طيب كلمة strong دي adjective. تمام؟ برغم من قوتك strong دي adjective بتيجي مع كلمة ايه؟ however. طب هتقول لي يا مستر مثلا لو جالي هنا noun هتبقى whatever. تمام؟ طيب whatever is strength يعني معناه ايه؟ ايا كان القوه that you have. حلو. يبقى هنا whatever. لكن هنا strong دي adjective يبقى لازم however adjective whatever مع الnoun. طيب I'd never heard such music. أنا ما سمعتش عن المزيكا دي قبل كده. Which sentence gives it the same meaning? أنا ما سمعتش المزيكا دي قبل كده. Such music معناها المزيكا دي أنا ما سمعتهاش قبل كده. ده معناه إن أنا ما سمعتش مزيكا خالص؟ لا غلط. ما سمعتش مزيكا عالية؟ ما لهاش علاقة ما قالهاش. ما سمعتش نوع المزيكا دي يبقى انا ما سمعتش نوع المزيكا دي يبقى هي اللي صح. يبقى I had never heard this kind of music ان النوع ده يبقى انا ما سمعتش such music يعني من النوعيه دي. تمام؟ طيب تعالى بعد كده ندخل في 54. ماشي؟ which of the following sentence is not correct انهي واحده من الاربعه مش صح. he was such مش صح يعني في واحده فين الاربعه دول مش صح. he was such a reckless driver. المستر قال لي من شويه such بتيجي مع adjective وناون يبقى صح. he was so reckless that صح لان so والadjective. he was a very reckless driver تمشي جدا لان very بتيجي مع ده ظرف اهو بيجي مع ايه؟ مع الناون بس سوري مع الصفه والناون صح جدا. يبقى he was such reckless. لا ثانيه واحده يا نجم. كلمه such بتيجي مع الadjective والناون
هنا مفيش noun يبقى ما ينفعش، يبقى هنا كان المفروض يقول so، يبقى هنا غلط، يبقى الإجابة دي. 55 بيقول لك which of the following is an example of zero conditional، القواعد التراكمية خلي في بالك. طيب zero conditional بتتكلم على scientific fact، يعني حقيقة علمية. يعني ايه حقيقة علمية؟ يعني بقول if و present simple والناحية التانية برضو present simple نفس الكلام، يبقى present حلو قوي. if I went out ده ماضي شكرا مش بتاعي. if I will ده المستر قال لي present و present يبقى ما ينفعش. if she had taken ده past participle ده اصلا قاعده ثالثه، ده ليه if الثالثه ما تنفعش اصلا، دي قاعده ثالثه، قاعده اولى قاعده ثانيه، ولكن هنا قاعده زيرو. if you go out at the present simple اللي هيحصل you get at the present simple، يبقى الاجابه دي. 56 بيقول لك which of the following sentence is right، انهي واحده من الاربعه صح. طيب when you find one like that، لما تلاقي حاجه زي دي اديني مثلا give him او اديله نسخه منها. بص نهيلك بايه؟ نهيلك ب كوما، الجمله ما تنهيش بكوما، تنهي بايه؟ تنهي بفول ستوب. يبقى when you find one like that ماله give him a copy of the book، يبقى دي اللي صح. تمام، يبقى دي في 56. تعالى بعد كده عشان نقرب نخلص اقول السكيلز. بيقول لك which of the following sentence is punctuated correctly، انهي واحده من الاربعه صح. a lot of people، طيب هنا بدأ بسمول ما تنفعنيش. طيب a lot of people are interested in football، هنا a lot of people are interested in football نفس الكلام. هنا مش نهاية ب طبعا البريد او الدوت او ان انت بتحط نقطه مش موجوده، يبقى انا عندي واحد وعندي اتنين. طيب انا عندي هنا كابيتال وسمول. فوتبول اصلا كره القدم ليه هحطها كابيتال؟ تبقى سمول بس، يبقى كلمه فوتبول سمول، يبقى الاجابه دي. ماشي. طيب which of the sentence is correctly structured، انهي واحده من الاربعه صح. تعال نشوف. بيقول لك he used to help his friends، هو كان معتاد ان يساعد صحابه but nowadays he ايه بقى؟ he doesn't. ماشي. طب امتى اقول he isn't؟ لما ده بعد تو يبقى فيه بي، مفيش بي يبقى ما ينفعش اقول isn't، يبقى he doesn't، يبقى دي ما تنفعش. he used to help his friends but nowadays he didn't، لا nowadays يعني he doesn't، النهارده he doesn't يبقى ما تنفعنيش. he used to help his friends but nowadays he تاخد don't ما ينفعش، he تاخد doesn't يبقى ما تنفعش، يبقى الاجابه من غير ما اشوف كده he didn't، هو ما كانش متعود ان هو يساعد صحابه but nowadays he does، دلوقتي اتعود. تمام. طيب 59 which of these sentences is correctly structured، انهي واحده من الاربعه صح. علي was upset all day، علي كان ان هو طبعا يعني متضايق طول اليوم. ليه؟ لان he didn't do well in the test. طب انهي واحده بقى من الاربعه صح. علي was upset all day because didn't، لا because he، يبقى دي ما تنفعش. طبعا في اللي تشوز حاول تستبعد. علي was upset all day didn't do، طب فين because وفين he؟ ما ينفعش. علي was upset all day he didn't do well in the test. ماشي. علي was upset all day because he didn't. حلو. طيب because مش موجود. ماشي. يا اما اقول هنا سيميكولن هنا عشان تفصل بين جملتين بيبقى محتاجه اداه ربط بس مش موجوده مخفيه. يعني انا اقول علي was upset all day سيميكولن he didn't do well in the test، بس انا عندي كوما يبقى ما تنفعش. يبقى علي was upset all day دي جمله اهي، هو كان غضبان طول اليوم. طيب وراح منهي الجمله وقال لك ايه، وخد بالك ان هو ما اشتغلش كويس في الامتحان او ما حطش ما ظبطش الدنيا في الامتحان، بس هنا حط بس فول ستوب، يبقى الاجابه ايه. طيب في 60 بيقول لك which of these sentences is correctly structured، انهي واحده من الاربعه صح. she has studied English، خد بالك has هنا studied the present perfect يعني بتاخد sense of for. طيب المستر قال لي for مجمع، يعني انا بقول لمده 3 ساعات لمده 3 ايام الحاجات دي. طيب she has studied English for 3 o'clock لمده الساعه 3، مفيش الكلام ده ايش. طيب she has studied English 3 o'clock ago، ساعة 3 منذ، مفيش طبعا الكلام ده، هي مش مفهومة أصلا. تمام. طيب عندك she studied English she studied English for 3 hours، طب ما هو دي شبه دي، طب إيه الفرق؟ لا حبيبي أنت عندك كلمة for هي كلمات دالة على present perfect، ال present perfect اللي هو ده، يبقى الإجابة دي الصح. تمام. طيب بيقول لك which of the following linking words is used to express addition، انت هتضيف حاجات، هتضيف معلومات في الجمله. طيب moreover هي الاجابه اللي هي بالاضافه الى، despite بالرغم من، دي اصلا contrast هتدي تضاد، that's why لان اللي هو سبب ونتيجه، وسو that برضو نتيجه، يبقى دول ما ينفعش. اللي بتدي بس addition اضافه هي كلمه moreover. طيب which part of speech is incorrect in the following sentence، خد بالك بس الجمله دي كانت المفروض دي تبقى هنا.
كان كاتب المفروض ايه؟ ميسي and رونالدو were unable to play the match because of their. دي كانت هنا، طبعا there كانت مكتوبة هنا وكانت طبعا هي اللي غلط، فالمفروض كانت الإجابة هتكون هنا there. فالإجابة بس هنا هتشيل دي وهتكتب بس هنا there. يبقى ما ينفعش there، يبقى الإجابة دي الصح، يبقى كلمة there كانت المفروض الصح. طيب بيقول لك أنهي واحدة من الأربعة كان غلط يعني؟ طبعا ما كانش ينفع أكتب there هنا. لا أنا لازم أكتب there دي، ماشي؟ يبقى الإجابة دي، تمام؟ طيب 62 إحنا خلصنا. تعالى يلا نخلص مع بعض اهو. Which of the following sentence has the perfect punctuation؟ انهي واحدة من دول البنكتويشن بتاعها مظبوط؟ حلو. عندك are we having، الجملة بادئة طبعا باوكسيلري فيرب، يعني ده سؤال، يعني دي ما تنفعنيش اصلا لان دي خلصانة فول ستوب. حلو. طيب are we having fish ولا chicken or beef for dinner؟ حلو قوي. are we having fish chicken والحاجات دي كلها انت بتقول انا عندنا ده ولا ده ولا ده، لازم تحط ايه؟ كومز، يبقى دي غلط عشان مفيش كومز. يبقى اللي انا كنت واقف عندها تعال بقى نشوف. are we having، حلو، بس بص يا نجم لازم ابدا بكابيتال، يبقى دي الصح لان دي سمول. ماشي. which of the following sentence doesn't make complete sense؟ مش مديه يعني اللي هي تحس ان هي غلط، الجمله غلط. طيب while I was driving to work، بينما انا كنت يعني بسوق للشغل بتاعي and there was an accident، وكان يوجد حادثه. ايوه ايه اللي حصل بقى؟ ما اعرفش، يبقى دي اصلا doesn't make sense، يبقى ما فيش سنس فيها، يبقى هي دي من غير ما تقرا الباقي لان طبعا الباقي صح. تمام. طيب في 65 بيقول لك on ending an essay on unemployment، انت عايز تنهي دلوقتي essay على البطاله. you can use، ممكن تستخدم ايه بقى؟ طب انت عايز تنهي firstly يعني اولا دي ما تنفعش تنهي اصلا، انت بتقول اولا. moreover بالاضافه الى ما تنفعش لان انت هتقول معلومه جديده. above all فوق كل ده احنا المفروض نعمل، طب ما نهيتش برضه، يبقى in conclusion وفي الخاتمه، يبقى هي دي اللي صح. خلي بالك بقى حاجات essay اهي 6 درجات يا نجم، انت اولى بيهم. ماشي. طيب a not essay seeks يسعى to make the readers agree with the writer's point of view، عايز يخليك ان انت تصدقه وتتضامن معاه ويبقى راجل كده ايموشنال وعاطفي وانت مصدقه، يبقى كلمه ايه؟ يبقى كلمه البرسويسيف، عايز يقنعك. ماشي. طيب 67 بيقول لك the body of the essay، البادي بقى اللي هو بيكون في النص، انت عندك introduction ادي 1 وconclusion 2 وكل اللي جاي في النص ده اسمه body paragraph. the body of the essay includes the ايه بقى؟ ان البادي paragraph الفيرست paragraph، لا البادي paragraph ده لو انا قلت first paragraph يبقى انا هكتب introduction عشان ده اول حاجه، لا closing ده النهايه، لا الهوك ده الفيرست سنتنس، لا طبعا، ولكن الحاجات اللي في النص دي اسمها الميدل باراجرافز اللي هي ايه؟ اللي هي البودي. طيب ويوز هاويفر، احنا بنستخدم كلمه ومع ذلك عشان نكسبرس ايه بقى؟ كونتراست، تضاد. هو ذاكر وما نجحش يبقى however، يبقى تضاد تعاكس. summary ملخص، addition اضافه، introduction بدايه، كل الكلام ده ما ينفعناش، يبقى contrast. you summarize، انت بتلخص the content of your essay when you، انت بتلخص المقال بتاعك لما بتكون ايه بقى؟ develop the main idea، انت عايز تبدا تطور المين ايديا، لا انت لازم تنهي الجمله، لازم تنهي بقى. make the end open، ممكن خلينا نشوف. طيب ماشي. make the end open يعني ان هي ساعات وساعات، بس الاحسن ان انا بقول ايه بقى؟ write the conclusion، تكتب الخاتمه. هي كانت ممكن دي تيجي هنا يبقى معاها، يبقى ان انا مثلا ممكن اقول write the conclusion of your essay and make the end open and مثلا probably وربما make the end open، لكن تيجي لوحدها هي لا ما ينفعش، يبقى write the conclusion of your essay انك تكتب الخاتمه بتاعتك. تمام. طيب تعال ننزل اللي بعد كده. What should you do before you click the send button؟ ان انت عايز دلوقتي هتدوس على كلمه send، هتبعت حاجه. طب قبل ما تدوس على كلمه send ان انت هتبعت ميل، لازم تعمل ايه قبل ما تبعت؟ طيب I read the email، لازم تقرا الايميل تاني. ايوه طبعا. I write meaningful sentences، تمام، ان انت تكتب طبعا جمل مهمه مفيده، مش جمل اي كلام. طبعا صح. I use an envelope، هو اصلا الايميل ده digital مسج الكترونيه، استخدم ظرف ازاي؟ مفيش الكلام ده، يبقى هي A و B. 71 بيقول لك a header is part of an email that contains the address of the، الهيدر ده اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم كده بتبدا بيه الايميل، اللي هو تكتب from كذا to كذا والسبجكت كذا، from كريم to احمد والحاجات دي كلها. حلو قوي. يبقى الهيدر ده انت بتكتب فيه اسم ايه؟ المرسل والمرسل اليه اللي هو المستقبل الريسيبيانت. تمام. طيب اخر سؤالين عندنا
بيقول لك which of the following has the correct ending punctuation mark. had she enough time. خد بالك دي قاعدة if التانية. الجملة دي معناها ايه بقى؟ معناها اصلا مكتوبة if she had enough time. لو هي كان عندها وقت كافي كوما she would كذا 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 وتاني فول ستوب. هي نفس الشكل بتاعها. طيب had she enough time كوما. خد بالك بقى هو هنا ضحك عليك يا نجم. ليه؟ لان انت عندك had she enough time. حلو. she would help you. هنا اصلا السؤال ما فيهوش كوما، ما ينفعش في السؤال كوما. حلو. يبقى هنا ده مش السؤال اصلا، لان دي قاعده اف تانية بس بشكل تاني. ركز بقى في التراكمي هناخده برضه. تمام. يبقى had she enough time she would help you. had she enough time she. بص بقى كده لازم احط هنا ايه؟ لازم احط الابوستروفي شي اللي هي اختصار لشي وود. يبقى دي ما تنفعش لان ما فيهاش. دي ما تنفعش يبقى الاجابه سي. خلي في بالك عشان دي اصلا جمله اللي هي معناها ايه؟ if she had enough time لو كان عندها وقت كافي she would help you. اللي بعده بيقول لك the bulk. كلمه bulk خد بالك هي نفس كلمه body. ماشي. يبقى كلمة bulk هي نفس كلمة body. 75 آخر واحدة بيقول لك a note is another name for the attention grabber sentence. اللي أنت إيه بتجراب الريدرز attention، عايز تخطفهم وتخليهم معاك. يبقى هي إيه؟ هي الهوك، إنك بتصطادهم كده عشان يكملوا القراية بتاعة المقال بتاعك. ده كده يا نجم أنت حليت حوالي 75 سؤال writing skills، وهتلاقي زيهم 75 سؤال في writing skills في المراجعة بتاعت unit 1 unit 6. فأنت حوالي 150 سؤال. عايز أقول لك الافكار هي بتتكرر في الامتحانات بقالنا 10 15 سنه. فهتلاقي بس طبعا السؤال بيتغير شكله بس، يعني هتلاقي معناه غير المعنى اللي احنا جايبينه، لكن هو نفس القاعده. عايز اقول لك ان شاء الله باذن الله بعد ما تحل دول هتلاقي نفسك في السكيلز اي كتاب بتفتحه هتلاقي الدنيا معاك تمام. عوزت اي حاجه زي ما قلت لك ابعت لي ونظبطها سوا باذن الله. ما تنساش الريفيجن كده سواء على المنصه او في السنتر مصر اللي طبعا في دوران شبرا. تمام. محتاج اي حاجه ابعت لي وان شاء الله باذن الله نظبطها سوا. كل سنه وانتم طيبين. نسيبنا من جعفر العمده ونقعد نحل شويه ماشي ونذاكر. فاضل شهر ونص خلي بالك. تمام. لو محتاج حاجه ما تقوليش بقى دقيقه ودقيقه والكلام ده، لا يا باشا ظبط معايا وان شاء الله خير باذن الله. اشوفكم باذن الله في فيديو جديد وكل سنه وانتم طيبين. شكرا ليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.